يا جماهير الكرة، عشاق الإثارة والتشويق، في أمسية كروية استثنائية على ملعب حمادي العقربي كتب فصل جديد من فصول تاريخ الكرة التونسية. الترجي الرياضي التونسي شيخ الأندية في مواجهة البقلاوة العنيدة الملعب التونسي في نهائي كأس السوبر لموسم 2024-2025، مباراة حبست الأنفاس، وكان بطلها الأول نجم واحد، الفنان الجزائري يوسف البلايلي. تابعوا معنا ملخصا مثيرا لأهم ما حدث في هذه القمة الكروية. دخل الفريقان أرض الملعب وعيناهما على اللقب الغالي. الترجي بقيادة مدربه بدأ المباراة بقوة هجومية، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق المهاجم الإيفواري عبد الرحمن كوناتي، لكن تسديدته مرت بجوار القائم. الملعب التونسي لم يقف مكتوف الأيدي، ورد بمحاولات خطيرة، أبرزها تسديدة من الوافد الجديد محمد أمين الخميسي في الدقيقة 24، تلتها فرصة أخطر من زميله يوسف توريه في الدقيقة 31، لكن الحارس المتألق أمان الله مميش كان بالمرصاد. ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته وفي الدقيقة 37 جاءت اللحظة التي غيرت مجرى اللقاء. تسديدة قوية من الفنان يوسف البلايلي ارتطمت بيد المدافع آدم عروس داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم حسام بولعراس ركلة جزاء مستحقة للترجي وسط احتجاجات من لاعبي الملعب التونسي. تقدم لها بنفسه يوسف البلايلي، عينه على الشباك وعينه على اللقب، يتقدم يسدد، وهدف. نعم، فعلها البلايلي، وضع الكرة ببراعة في الشباك في الدقيقة 39، معلنا عن تقدم مستحق للترجي الرياضي التونسي. هدف أشعل المدرجات، وأهدى الترجي الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني حاول الملعب التونسي العودة في النتيجة، لكن دفاع الترجي كان منظما وصلبا، وكاد حسام تقى أن يضيف الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 30 بالحارس، لكن حارس الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي تألق وأنقذ مرماه. كما أهدر المالي أبو بكر دياكيتي فرصة سهلة للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 83. ومع صافرة النهاية أعلن الحكم تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس السوبر للمرة 8 في تاريخه، ليواصل فريق الدم والذهب حصد الألقاب المحلية ويؤكد سيطرته على الساحة الكروية التونسية. مبروك للترجي الرياضي وجماهيره هذا التتويج المستحق، وهارد لك للملعب التونسي الذي قدم مباراة كبيرة. ليلة للتاريخ بطلها يوسف بلايلي، وهدف ذهبي أهدى فريقه لقبا جديدا يضاف إلى خزائنه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن عالم الرياضة وأخبار الترجي الرياضي التونسي. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة.